السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة حكاية. النهاردة هعمل معاكم طبق ينفع يكون طبق رئيسي وكمان طبق سلطة. هنعمل مع بعض سلطة البطاطس أو زي ما بنقول عليها البطاطس المهروسة. وصفة سهلة واقتصادية. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. عندي 3 حبات من البطاطس، طبعا الكمية دي متروكة ليكم. غسلتها كويس قوي وبعد كده هقشرها واقطعها. انا بحب اسلق البطاطس بالطريقة دي. اذا كنت حابة انك تسلقي البطاطس بقشرها وبعدين تقشريها مفيش فيها مشكلة. بعد كده هنزل عليها بمقدار كوباية من المية، كوباية واحدة من المية، وهرفعها على النار. نار كده تكون متوسطة وهسيبها لحد ما تستوي. أول ما تستوي البطاطس بتاعتنا هنقلها في بولة، وبواسطة الهراسة ههرس البطاطس بتاعتي. طبعا إذا ما كانش عندنا الهراسة نقدر نستخدم الشوكة. بصراحة الهراسة السيليكون دي بقى لها فترة عندي، بجد حلوة جدا وعملية، وكمان كان سعرها كويس. بنبتدي نهرس البطاطس بتاعتنا. الموضوع سهل جدا زي ما قلت لكم، ومفيش لا هياخد مننا لا وقت ولا مجهود، والوصفة سهلة جدا واقتصادية. هنزل عليها بعد كده بمعلقة من الزيت النباتي، وبعد كده هبتدي اقلب البطاطس بتاعتي. القوام بتاعها حلو جدا وكريمية زي ما انتوا شايفين. بعد كده حبايب قلبي بقى هنيجي للخطوة بتاعة التتبيلة اللي هنعملها للبطاطس. هجيب بولة وهنزل بمعلقة صغيرة من التوم ده اللي احنا مفرزينه عندنا. هنزل عليها بملح، كمون، بسيط من الشطة. انا ما بحبش احط فلفل اسمر. وبقلب الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين، ولا اسهل من كده. بعد كده حبايب قلبي هنزل عليهم بمقدار معلقة كبيرة من الخل. بصراحة الخل بيبقى في الوصفة دي يعني بالنسبة لي أفضل من الليمون. وزي ما انتوا شايفين كده أنا بقلب التتبيلة بتاعتي كويس. هنزل بقية المكونات بقى. عندي طماطماية كبيرة مقطعاها مكعبات وشايلة البذر بتاعها، مقطعاها مكعبات صغيرة قوي. وعندي كمان تقريبا ربع حزمة بقدونس. البقدونس بيدي الوصفة دي طعم حلو قوي. عندي حبة من الفلفل الرومي البارد مقطعاها زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة قوي. وبقلب الخليط بتاعي. بجد بيدي يعني الخلطة دي بتدي للبطاطس طعم حلو قوي قوي. بتمنى بجد من قلبي انكم تجربوها. بعد كده هننزل بالبطاطس بتاعتنا وهنقلب الخليط، ولا اسهل من كده. بتمنى طبعا من قلبي إذا كنتوا وصلتوا معايا لحد الجزء ده من الفيديو إنكم ما تنسونوش بلايكاتكم الحلوة واشتراككم تنوروني في القناة. محتاجة دايما لدعمكم. وبنقلب حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. طبعا السلطة دي بتبقى حلوة قوي قوي زي ما قلت لكم. ممكن تبقى طبق رئيسي لوحدها، وكمان ممكن نحطها جنب أكلات زي ما انتوا شايفين كده. حبايب قلبي بتبقى حلوة قوي على فكرة مع السمك، يعني بتبقى مع السمك المقلي حلوة قوي. وده بيكون الطبق بتاعنا. بجد بتمنى من قلبي ان وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. بتمنى اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميلة، بشير للفيديو، اشتراككم في القناة تنوروني وتكبروا عيلتنا. استنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم.